ونتكلم في الحاجات دي، عشان ده مهم جدا ان احنا ناخد خطوات للمستقبل. مهم ان الواحد يبدأ يفلتر الحاجات السلبية اللي في حياته، يبدأ يشوف ايه المشاكل اللي موجودة، يبدأ يحط لها خطوات إيجابية، بحيث ان احنا نقدر نقطع أشواط كويسة في حياتنا. احنا خلاص أواخر شهر 6، هنبتدي مع شهر 7، هيبقى فاضل 6 شهور في سنة 2023. اتأخرنا كتير، قلنا هنعمل حاجات كتير، فناخد خطوات ونبدأ نفلتر حياتنا بشكل إيجابي. نبدأ نشوف الفيديوهات اللي احنا قلنا فيها معلومات قيمة ممكن نستفيد منها، نحاول بقدر الإمكان نطلع المعلومات دي، وناخد القليل ونستعين بالحديث النبوي: خير الأعمال أدومها وأقل. ما نرهقش نفسنا، نبدأ ناخد الموضوع بشكل بسيط عشان ما ندوسش قوي ونحرق بنزين في الأول وفي الآخر نقع وما نقدرش نعمل حاجة. فمثلا من ضمن الحاجات البسيطة ان انا كنت بفكر ايه اللي انا بعمله في يومي دلوقتي بشكل بسيط، وابدا ان انا ازود عليه حاجات ايجابيه، بحيث ان انا ما ازودش مود جديد في يومي يبقى حاجه غريبه. عارفين الجسم زي ايه؟ عارف الجسم بيبقى عامل مش عارف الاجسام المضاده او حاجه زي كده، حاجه يعني مش فاهم قوي يعني، بس اللي هو فكره اللي هو يقول لك ايه، ان الجسم ده او العضو ده دخيل دلوقتي او جديد على جسم الانسان، فيبدا يهاجمه، حاجات زي كده يعني. في حين بقى ان انت لو انت يومك العادي انت ماشي عادي خالص، بس هتضيف فيه حاجات ايه، حاجات ايجابيه جديده، صح؟ زي ان انا اتعلم الماني مثلا، اتعلم بالراحه. ليه؟ الالماني مش موجود في يومي مثلا، كوري الجميل مش موجود في يومي مثلا، فنبدأ ناخد الخطوات الإيجابية في إن إحنا نعمل الموضوع ده بشكل بسيط، بحيث إن الموضوع يطلع معانا بشكل إيجابي، من غير ما مش عايز يعني نقول إيه، نخش بوشومية نخش بوشومية بس. فيعني شوية حاجات كده طلعت وإحنا بنفكر مع أخونا عبد الله. طبعا إحنا بنحاول نتغلب على فكرة ان احنا ما فيش ترايبود، احنا عاملين ترايبود ايه بالنوت بوك. طريقة عمل تعمل لك ترايبود في البيت. طريقة عمل ترايبود في البيت. ف فلقطة جامدة يعني. فمهم جدا ان احنا ننزل الفيديو ده من غير مونتاج، عشان خاطر ان احنا ما نزلناش فيديوهات بقالنا كتير، ومنها فضفضة صباحية، ومنها ان احنا عايزين ناخد خطوات حلوة في حياتنا عشان حياتنا تستاهل. ولما بتيجي تقعد تحط خطط، تحط من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها في التخطيط ان اكتب النتائج بتاعت الخطة بتاعتك او اللي انت عايزه. فلما بتحط مثلا يعني نفترض ان انا عايز اتعلم ديزاين، عايز اتعلم لغة، عايز اتعلم اي حاجة، فمن ضمن النتائج اللي انت بتحطها او انت حتى متخيلها في بالك لو انت ما عملتهاش، ولنفترض مثلا بما ان احنا قاعدين مع عبد الله وبنتكلم في الالماني، فمثلا الالماني دلوقتي في مرتباته في مصر كام يا عم عبد الله؟ في 15 ان شاء الله. اخر حاجه سمعتها 24. انا بقول البدايه علشان ما حد يعني يدور له 24 فيجي يلاقي 15 فيزعل يعني. ايوه فاهم، انا عايزه هو ايه، يخش يلاقي 15 تمام، لا 24 الله اكبر ده حلو قوي، بالظبط كده يعني. فحته ان مثلا لما انت شايف النتيجه اهو مثلا بتاعه تعلم الالماني كلغه، كاعتبرها مثلا كمهاره، لان انا كعبد الرحمن بتعامل اللغات هي مهارات، وناس طبعا كتير بتتكلم في الحته ديت يعني. ف فالفكره ان انت دلوقتي بعد ما بتحط النتيجه دي، حقك على نفسك ان انت تعيش النتيجه دي. حقك على نفسك ان انت تعيش نتيجه الحاجه اللي انت بتفكر فيها او اللي انت عايز توصل لها او كلام زي ده. ولنفترض عشان انا عايز اخس مثلا، وانا كنت طبعا وصلت الوزن المثالي قبل كده في وقت من الاوقات، سنه من السنين. فحقك على نفسك ان انت تعيش ده تاني، وان انت تحاول تحسن من حياتك او من جودة حياتك عشان تعيش اللقطة دي تاني.
فده اللي الواحد نفسه ان هو يعمله، فنعمل ده سوا، صح ولا ايه؟ عشان زي ما قلت لك حياتك تستحق الافضل يعني. ف يعني الفيديو ده اصلا انا كنت بنظبط الترايبود، فهو الفيديو بدأ لوحده من غير ما انا ابدأ الفيديو ولا اقرر. الكلام ده طلع ارتجالي جدا. فخلينا نطلق الفيديو، هنعمل له ابلود حالا اول ما نخلصه. فلو وصلت لحد هنا بشكرك جدا جدا يعني، ممتن ليك. وقول لي ان انت وصلت لحد هنا في التعليقات، عشان خاطر يبقى انت من الناس اللي هي الفايتنج معايا يعني. فشكرا جدا والسلام عليكم. جات لي مكالمة فما جات لي مكالمة وانا بقفل الفيديو، فخلينا نقول تاني. لو وصلت لهنا فشكرا جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.